ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد وهاتف جديد. شركة اوبو اطلقت هاتفها الاقتصادي الجديد وهو الاوبو A17K اللي بيجي مع تصميم انيق ومتوفر بلونين وبطارية كبيرة علشان تقدر تتحمل العمل الشاق. الهاتف اللي هو اوبو A17K مختلف كليا عن الاوبو A17 العادي. ده مواصفات وده مواصفات، وده له سعر وده له سعر تاني. اذا انتوا حابين مقارنه ما بينهم هما الاثنين يبقوا اكتبوا لي في الكومنتات وانا اعمل لكم فيديو مقارنه ما بينهم. لكن خلينا النهارده في الاوبو A17K. تعالوا نتعرف على مواصفات الهاتف ومميزاته وعيوبه علشان تقدر تحدد اذا كان الهاتف ده مناسب ليك او لا، وممكن انت تشتريه ولا لا، ونعرف كمان سعره بالتفصيل. لكن زي ما بقول دايما، لو عندك اي سؤال ما تنساش تكتبه في الكومنتات تحت، لان برد على كل الاسئله. ولو اول مره تشوف الفيديو اضغط لايك واشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. ولو عايز اي تليفون برضو اكتبه لي في الكومنتات نعمل عليه مراجعه. يلا بينا نفتح الكرتونه، شوف ايه اللي موجود جواها، وبعدين نشرح كل مميزات الهاتف وبعدين عيوبه وسعر. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نفتح الكرتونه بتاعه الاوبو A17K. في معلومة مهمة حابب اقولها يا جماعة، وهو ان الهاتف بيجي بنسخة واحدة بس. زي ما انتم شايفين 3 جيجا رام مع 64 جيجا مساحة تخزين. اول ما نفتح الكرتونة زي ما متوقع هنلاقي هنا كده، هنا الكفر الشفاف اللي بيجي دايما فري مع اوبو. زي ما انتم شايفين كفر شفاف مع الهاتف، وموجود كتيب التعليمات، الكفالة، والدبوس المعدني اللي بركب بيه الشرائح. طبعا بالاضافه الى الهاتف اللون الازرق، هو بيجي بلونين، اللون الازرق ده واللون الذهبي. كمان لسه موجود داخل الكرتونه ادابتر الشحن اللي قوته 10 واط، هنتكلم عنه بالتفصيل. وموجود واير الشحن اللي هو مايكرو USB زي ما انتوا شايفين. طبعا اول حاجه هنبتدي بيها وهي التصميم بتاع الاوبو A17K. زي ما انتم شايفين خامات التصنيع بالكامل مصنوع من البلاستيك، يعني الفريم او الاطار الجانبي ده من البلاستيك، والظهر كمان مصنوع من البلاستيك، فقط الشاشه هي اللي زجاج. الاطار الجانبي زي ما انتم شايفين بيحتوي على زر الباور اللي بفتح وبقفل منه من التليفون، والزر اللي بعلي بتحكم منه في مستوى الصوت ان اعليه او اخليه قليل زي ما انتم شايفين. بالاضافه الى السماعات الخارجيه ومنفذ الشحن اللي هو مايكرو USB، ومنفذ السماعه الاي يو اكس او منفذ السماعه السلك، بس زي ما احنا شايفين ما هياش موجوده داخل الكرتونه. بالاضافه لهنا كده المكان اللي بركب فيه الشرائح والميموري هنا. اما بالنسبه للواجهه الاماميه فهو بيجي معاها نوتش صغير كده موجود فيه الكاميرا الاماميه او عدسه السيلفي. وزي ما قلت الوان الهاتف بيجي باللون الازرق زي ما انتم شايفين كده، وبيجي بلون تاني اللي هو الجولد او اللون الذهبي. وزن التليفون 189 جرام. الاوبو A17K بيدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع. تقدر تركب شريحتين او خطين نانو سم. معلومة كمان حابب اقولها، هو ان الهاتف مقاوم لقطرات الماء بمعيار IPX4، وده معناه ان التليفون ما هواش ضد المية، لا الهاتف فقط مقاوم للمية. وطبعا لازم تكون المية دي مية عذبة مش مية بحر. على ما الهاتف يفتح خلينا نتكلم عن حاجة مهمة جدا زي ما انتم شايفين، وهي الشاشة بتاعة الهاتف. حجم الشاشة ده 6.5 انش، نوعها IPS LCD، ودقة الشاشة 720 في 1612 بكسل بكثافة بكسلات 269 PPI أو بكسل في البوصة الواحدة. أما أقصى سطوع للشاشة دي فهو 600 شمعة. طبعا الاوبو A17K زي ما انتم شايفين بيعمل بواجهه ColorOS 12.1 مبنيه طبعا على نظام تشغيل او على نظام اندرويد 12 اللي بيعتبر هو الافضل في نظام التشغيل او الاحدث في الفئه السعريه القليله دي. الشاشه بتاعه الهاتف عليها طبقه حمايه من الباندا جلاس علشان تحمي التليفون من الصدمات ومن الخدوش. اما بقى المعالج اللي هو سرعه الجهاز فهو من شركه ميديا تك هيليو G35، عمريه 12 نانو واوكتا
كور. وعلى فكره معالج الرسوميات نوعه باور في ار جي اي 8320 بالظبط نفس اللي موجود في هاتف اوبو اي 55. الاوبو اي 17 كي بصمه الاصبع بتاعه زي ما انتم شايفين هنا كده مدمجه في زر الباور، نفس المكان اللي بقفل منه بفتح وبقفل منه الهاتف ممكن اخليه بصمه الاصبع بتاعتي، او ممكن اخليه ببصمه الوجه او التعرف على الوجه من خلال العدسه الاماميه او الكاميرا الاماميه هنا، او اقفله بقى بباسورد من الطريقه اللي هي التقليديه العاديه خالص. سعه التخزين زي ما كنا بنقول في اول الفيديو زي ما انتم شايفين هنا 64 جيجا مع 3 جيجا رام، هو بيجي نسخه واحده. والمكان اللي بنركب فيه خطين نانو سيم هنا في مكان تالت منفصل تماما اقدر ازيد الميموري كارد بتاع الهاتف، بس بما انه هو 3 جيجا رام فاقصى حاجه عايزك تزيدها تكون 128 جيجا على ال 64 جيجا اللي موجودين عشان التليفون ما يعملش منك لاج. ميزه كمان موجوده في هواتف الاوبو مؤخرا هو انك تقدر تزيد الرام او السرعه بتاعه الجهاز لما تكون بتعمل اعمال شاقه او بتلعب العاب قويه. يعني هو مثلا 3 جيجا رام ممكن انزلهم. خلينا نتاكد. لو هتروح عند الاعدادات هنا وبعدين هتروح على اباوت الديفايس او حول الهاتف لو انت مخليه باللغه العربيه، هتلاقي الرام هنا زي ما مكتوب 3 جيجا رام. ممكن انت تزود ده 3 جيجا رام اهي. هنا انا عايز ازود، هتزود 1 او 2 او 4 زي ما انتوا شايفين على ال 3 جيجا رام، يبقى كده معاك الرامات زياده وتقدر تلعب العاب زي بابجي والحاجات القويه دي بسهوله جدا. الاوبو اي 17 كي مزود ببعض المستشعرات زي مستشعر التسارع والتقارب والبوصله الالكترونيه. طبعا الهاتف زي ما انتم شايفين بيجي بكاميرا واحده خلفيه هنا كده دقتها 8 ميجا بكسل، تدعم التركيز التلقائي، وكمان كاميرا اماميه زي ما انتم شايفين او عدسه واحده اماميه هنا كده دقتها 5 ميجا بكسل موجوده داخل النوتش الصغير اللي انتم شايفينها دي. تقدر بقى تصور فيديوهات بالكاميرا الاماميه دي او بالكاميرا الخلفيه بجوده 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي. برضو تقدر تصور بيها فيديو سلو موشن او فيديو بحركه بطيئه برضو بالكاميرا الخلفيه. منفذ السماعه AUX او السلك موجوده هنا كده زي ما قلنا، ولكنها ما هياش موجوده داخل الكرتونه. البطارية بتاعت الأوبو اي 17 كي غير قابلة للإزالة، أما الحجم بتاعها فهو 5000 ملي أمبير، بتيجي مع شاحن اللي شفناه جوه اللي قوته 10 واط، ومنفذ الشحن للأسف النظام القديم اللي هو مايكرو USB. اما اصدار البلوتوث فهو 5.3. دي كانت مميزات الاوبو اي 17 كي. طب ايه هي العيوب بتاعه الهاتف؟ اول حاجه ان منفذ الشحن مايكرو، دي حاجة قديمة المفروض يكون تايب سي نفس النظام الجديد. وده بيوصلنا لإيه؟ بيوصلنا لتاني عيب وهو إن التليفون للأسف ما بيدعمش الشحن السريع، الشحن بس 10 واط، فعشان تفول 5000 ملي أمبير اللي موجودين هنا هتاخد وقت طويل جدا. كمان من العيوب أو تالت عيب إن مفيش سماعة سلك موجودة داخل الكرتونة. أما العيب الأخير هو إن الحافة السفلية اللي هي دي حجمها كبير جدا اللي موجود في الشاشة، أو المنطقة السوداء اللي تحت دي حجمها كبير بالنسبة للشاشة. دي كانت مميزات وعيوب الأوبو اي 17 كي. طيب سعره كام؟ زي ما قلنا هو بيجي بنسخة واحدة 64 جيجا مع 3 جيجا رام، سعرها حوالي 120 دولار أمريكي أو حوالي 3600 جنيه مصري أو تقريبا 453 ريال سعودي. ده سعر الوكيل الرسمي بتاع شركة أوبو، مش أسعار التجار ولا أسعار المحلات. يعني أنت لو اشتريته من الوكيل الرسمي هيكون سعره كده. وفي النهايه اللي عنده اي سؤال يكتبوا لي في الكومنتات تحت، اللي عايز مراجعه لاي تليفون برضه يكتبوا لي في الكومنتات، واللي عايز مقارنه ما بين الاوبو اي 17 كي والاوبو اي 17 العادي برضه يكتبها في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد ومراجعه جديده قريب. سلام.